السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة الزمالك في قلبي مع إسلام أبو مازن. أهلا بكل جمهورنا العزيز، يا رب كلكم تكونوا في أحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة كالمعتاد هنتكلم عن أخبار الزمالك وكل ما دار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم يا زملكاوية مهمة جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم. فضلا وليس أمرا، دوس لايك. نبدأ أخبارنا النهاردة. والأول حابين نقول النهارده ذكرى وفاة علاء علي نجم نادي الزمالك السابق، الذكرى الرابعة لوفاته. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويرحم أمواتنا جميعا، آمين يا رب العالمين. تعالوا نبدأ أخبارنا النهارده. وعايز أقول لك كده مبدئيا إن ملف المدير الفني لنادي الزمالك لسه لم يتم حسمه. ملف المدير الفني حذرنا وقلنا مش عايزين موسيماني بعد فسخ التعاقد مع الوحدة الإماراتي. موسيماني ذات نفسه اتكلم وقال انه حابب ياخد راحه وسط اهله ووسط عائلته بعد الفتره اللي قضاها مع الوحده الاماراتي. والحمد لله خرج علينا الاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك وقال ان موسيماني وان شوقي غريب والكلام ده كله بعيد تماما عن نادي الزمالك. طب من هو الاقرب الى الان من نادي الزمالك؟ اتنين. اول واحد المدرب الايطالي مترازي، اللي هو نجم في عالم التدريب، درب فريق كبير زي انتر ميلان، وكمان راجل السي في بتاعه عالي جدا. لكن المشكله كلها في المتطلبات الماديه بتاعه التعاقد بتاعه او بتاعه وكيله اللي طالب ارقام جامده. نادي الزمالك اتكلم معاه وشاف ان الارقام عاليه. يا ترى نادي الزمالك هيعرف يوفق الارقام دي ويدفع اللي هو يقدر عليه والراجل هيوافق ولا لا؟ كمان في تاني قلنا قبل كده دومينيك اللي هو مساعد جوارديولا، ده برضه من ضمن الاسماء المرشحه لنادي الزمالك. الاسباني، الراجل الاسباني. دول اقرب اتنين اجانب لغايه دلوقتي. طيب ايه اللي ممكن يتم؟ قلنا قبل كده وياما قلنا وقالوا امبارح، يعني احنا قلنا وهم قالوا امبارح. كابتن اللي قالوا امبارح طبعا في القنوات التلفزيونيه بتاعتنا المصريه، كابتن معتمد جمال لو ما جابوش مدير فني اجنبي هيكمل لغايه يناير، واعتبر ان لغايه يناير دي مثلا دي فرصه لكابتن معتمد جمال. ولو جه مدير فني اجنبي، كابتن معتمد جمال حاجه من الاثنين، يا هيمسك في الجهاز الفني معاه يا هيمسك في قطاع الناشئين داخل نادي الزمالك، ممكن مدير قطاع الناشئين. يعني الراجل كده كده مكمل داخل نادي الزمالك اللي هو كابتن معتمد جمال. خلاص قفلنا الحكايه، قفلنا الروايه. خلونا بقى نشوف الدنيا ماشيه ازاي. ورانا مباراه مهمه يوم 26 امام ابو سليم الليبي في اول مباريات نادي الزمالك في دور المجموعات للكونفدراليه. طيب عايز اقول لك سريعا كده ان الاستاذ ممدوح عباس مش عارف بعدها بيومين او ثلاثه بيهنئ نادي الزمالك على الفوز على نادي بيراميدز، وبيقول مبروك لرجال نادي الزمالك الفوز على نادي بيراميدز الاخير. فوز دراماتيكي، لكن ما تنسوش وراكم مباراه مهمه يوم 13 امام النادي الاهلي. كملوا يا رجاله، كملوا يا رجاله. وبيتكلم يعني ايه ما تضيعوش الفرحه، يعني ايه ما تضيعوش فرحتنا، عاوزنا نكسب يعني. طبعا ده الاستاذ ممدوح عباس. كنت هقول لا رئيس نادي الزمالك السابق يعني. لكن طبعا يعني خلاص بقى احنا قفلنا موضوع الاستاذ ممدوح عباس. انا مش عارف اتكلم واقول ايه في موضوعه، لكن خلاص هو يكتب اللي يكتبه ويقول اللي بيقوله براحته. طبعا راجل بيشجع الزمالك عادي يعني. لكن هنقعد نعيد بقى في اللي فات واقعد اتكلم ونعيد والكلام ده. تعالوا نخش على الخبر التاني معانا كده ونشوف رئيس البنك الاهلي سريعا بيتكلم وبيقول ان لو نادي الزمالك خاطب البنك الاهلي للحصول على خدمات كابتن طارق مصطفى هو موافق، ما عندوش ادنى مشاكل. لكن قالك نقعد ونتفاوض ولازم استفيد. هميل شويه على نادي الزمالك او على اداره نادي الزمالك عشان برضو ايه يعني بحكم العشم والكلام ده كله، وان انا لازم استفيد. يعني بمعنى اصح هيطلب لاعبين، هيطلب حاجه، هنشوف ايه اللي هيحصل. هل بيفكروا في طارق مصطفى ولا لا؟ لكن خلونا نشوف ايه اللي هيحصل برضو. ده كان كلام رئيس البنك الاهلي، واللي اعلن سابقا ان هو عايز ناصر منسي من نادي الزمالك. طيب كابتن احمد شوبير. كابتن احمد شوبير مشكله كبيره جدا. تملي بيتحدى جمهور الزمالك وبيتحدى نادي الزمالك وبيتحدى ادارات نادي الزمالك باختلاف رؤسائها. مش همه مين مرتضى منصور اللي على الرئاسه، مش مهم ان كان مرتضى، ولا المهم انه كابتن حسين لبيب، ولا المهم انه فلان. لا، هو كل همه ازاي ان انا اهاجم نادي الزمالك او ازاي ان انا اقف قدام مصلحه نادي الزمالك. ده شغل بيشتغله كابتن احمد شوبير من زمان على نادي الزمالك. في عز ما نادي الزمالك وارد جدا انه يلعب بطوله كاس السوبر المصريه الجديده بمسماها الجديد او بنظامها الجديد، الراجل اتكلم وقال لك بس لازم اللوائح تتطبق. اللوائح بتطبق على الجميع، فلازم تطبق على نادي الزمالك. طب هل لو ده كان النادي الاهلي كنت انت هتقول كده؟ هو ليه قال الكلام ده وليه بيعيد من جديد؟
العميد ثروت سويلم عضو رابطه الانديه اتكلم وقال ان من الوارد جدا ان الزمالك يشارك في السوبر ده. ليه؟ قال لك عشان في اداره جديده وهي اللي ما اتخذتش قرار الانسحاب من السوبر اللي فات. وقال ان احنا منتظرين منهم ان هم لو خطبونا هندرس الموضوع، وارد جدا انهم يشاركوا، خاصه ان هي اداره جديده وهنفتح معاها صفحه جديده جدا. طبعا كابتن شوبير سمع الكلام ده يروح طالع تاني للمره الثانيه او الثالثه ويقول لازم ان اللوائح تتطبق، لازم ان نادي الزمالك ما يشاركش. ايه ده؟ انا بس اللي كل اللي مستغرب له ان ده دلوقتي مفيش حد بيرد عليه. المفروض حتى المتحدث الاعلامي بتاع الاستاذ احمد سالم المفروض يطلع يتكلم، يطلع يقول له حضرتك ما تتكلمش علينا كده، حضرتك ما تقولش كذا. ليه بقى؟ خاصه ان الاستاذ احمد سالم اعتذر او حصل سوء تفاهم بينه وبين احمد شوبير، خاصه ان احمد شوبير قال لك مش كل شويه المتحدث الاعلامي بتاع الزمالك يطلع يتكلم. فطبعا كابتن احمد الاستاذ احمد سالم طلع وضح وقال ان عندنا امور كتير جدا متلخبطه فلازم نطلع نوضح، وده اللي انا بكلمه لك، وكانوا في حصل تاتش بسيط واعتذروا والدنيا بقت تمام. طب ما تكلموه، هو ليه النهار بيتكلم علينا؟ هو مش بيبطل كلام علينا اصلا. كمان عايز اقول لكم خلاص ان نادي الزمالك يوم الاثنين اللي جاي ده خلاص هيعلن خريطه الطريق بالنسبه للمدير الفني. يا ترى هيعمل ايه؟ كابتن معتمد مكمل ولا خلاص هيتعاقدوا مع مدير فني اجنبي؟ دي الحكايه. وبالنسبه لاحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري برضه هيعلنوا نتيجه التحقيق يوم الاثنين القادم، منتظرين يوم الاثنين عشان خاطر نعرف الدنيا هتمشي ازاي. كمان عايز اذكركم ان النهارده في كره اليد للسيدات نادي الزمالك هيقابل النادي الاهلي الساعه 8 مساء. تقريبا المباراه ما بتبقاش متذاعه، مش عارف هتتذاع ولا لا، لكن هنشوف على القنوات. قناه الزمالك ممكن تذيع، ولا قناه اون تايم سبورت، ولا قناه ثانيه ممكن تذيع المباراه في الجوله السابعه من بطوله الدوري المصري لكره اليد للسيدات. كمان عايز اذكركم بقى بكره السله عشان نبقى كلنا على نور. الزمالك صعد لدور الثمانيه عشان هيقابل النادي الاهلي في كاس مصر لكره السله. المباراتين ذهاب واياب يوم الثلاث والجمعه. المباراه لوحدها بنقطتين. هتقول لي كاس وبنقطتين ازاي؟ هقول لك عشان في مرتبط، هشرحها لك اكتر. المرتبط ده يا جماعه المباراه الواحده بتاعتهم نقطه واحده. يعني لما مثلا لو الزمالك كسب الاهلي المباراتين اخذ نقطتين، يحتاج الفريق الكبير انه يكسب مباراه واحده من الاثنين عشان يصعد. يعني لو الزمالك كسب الاهلي ماتش والاهلي كسبه ماتش هيبصوا على المرتبط، مين فيهم اللي كسب المباراتين. طيب لو ده كسب مباراه وده كسب مباراه واللي فوق كسب مباراه وده كسب مباراه هيبقى في مباراه فاصله. دي كل الحكايه. يعني الفريق الاول مرتبط بالفريق الثاني. اتمنى اكون قدرت ابسطها لكم او اشرحها لكم او عرفت اشرحها يعني. كمان عايز اقول لكم ان مش دور الثمانيه بس اللي المباراه هتبقى صعبه. اللي هيكسب هيلاعب مين؟ الكسبان من الجزيره والاتحاد السكندري. ده كاس صعب جدا، طريقه صعب جدا جدا من الاول كده. ده غير ان طبعا المصريه للاتصالات وكمان الاولمبي متواجدين في نفس المجموعه، يعني في نفس الكاس معانا، لكن الطريق صعب جدا. تخرج من الاهلي، لو كسبت الاهلي هتلاعب يا الاتحاد يا الجزيره. مباريات صعبه جدا في كره السله. اخيرا بقى وليس اخيرا عايز اكلمكم في موضوع مهم سريع جدا، عشان الموضوع ده عامل وش كبير وعامل دوشه جامده جدا جدا. ناس كتير عمال تتكلم على مصطفى فتحي وطارق حامد، ويا ترى هيرجعوا ولا لا، يا ترى جايين ولا مش جايين. عايز اقول لكم كلمتين ورد غطاهم عشان ننهي الموضوع والجدل في هذا الموضوع. طارق مصطفى او طارق حامد او مصطفى فتحي، ايا كان من الاسم، اي حد اللي عايز يجي نادي الزمالك يا جماعه لازم يجي ويضحي. لازم هو اللي يطلب انه يجي، لازم يبقى هو اللي جاي، مش انا اللي هاجي اقول بعد ما انت اللي سبتني وانت اللي مشيت والنبي تعالى لي. لا، ما ينفعش. خاصه ان هاني سعيد طلع اتكلم وقال ان نادي الزمالك لم يخاطب نادي بيراميدز للحصول على خدمات مصطفى فتحي. دي حاجه. تاني حاجه قال ان مصطفى فتحي ما قالش انه عاوز يرجع نادي الزمالك. فاحنا مش هنقعد ندور ونقعد نجري ونقعد نعمل وش على الفاضي عشان خاطر هنجيب مش هنجيب ولسه عندنا ازمه القيد. اللي عايز يجي، اللي عاوز يخلص يخلص. وكمان عايز اقول لك عمر كمال عبد الواحد الى الان لم يمضي رسميا الى النادي الاهلي، لسه لحد اللحظه اللي احنا فيها دي. فعمر كمال قلنا لسه الى الان مستني العروض. نادي فيوتشر اللي بيأكد كمان الكلام ده يا جماعه. يا ترى مين اللي جاي يشتري عمر كمال من نادي فيوتشر؟ لسه الفرصه قائمه. يا ريت نخلص موضوع ازمه القيد، يا ريت نقدر نحلها بسرعه عشان خاطر ان احنا ندعم باهم صفقه بالنسبه لي هذا الموسم هو عمر كمال عبد الواحد. بكده تكون انتهت اخبارنا النهارده. عشان زي ما حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اقول لكم حاجه اخيره،
بجد والله نفسي الزمالك يشارك في كاس السوبر المصري عشان خاطر احمد شوبير بس، مش عشان خاطر حد تاني. عشان الزمالك حب في قلبنا، اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله قدم افضل. عشان الزمالك حب في قلبنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.